اقتناء مبرد هوائي أصبح ضرورة ملحة على العائلات الجزائرية نظرا لارتفاع رهيب لدرجة الحرارة، وهذا لمواجهة حرارة الصيف رغم أن أسعارها ارتفعت هذه السنة. 10 ملايين، وشوفي نقول للشعب ما تامنوهمش، سييه ثم في البلاص ماتيزير ما فهمتش انا كيفاش طلعوا. واحد الوقت كانوا غير 38 35 32 تشري كليماتيزير في المستوى حاجه ما تخصك. كون بغا ب 7 ملايين 8 ملايين 7 ملايين ونص بزاف. المواطن ما يقدرش يشري هكاك مسكين، ما يقدرش، هم غاليين بزاف فوق لازم. ما عرفناش حنا كيفاش طلعوا هادو، ما عرفناش. جا العيد قلنا معليش، قال لك الكبش غالي يوكلوه، ودوكا الكليماتيزور ثاني يوكلوه، والله غير بزاف عليهم. دوكا ايماجيني انت كليماتيزور الاخر كاع يدير 7 ملايين ولا 8 ملايين. بالمقابل يحذر المختصون بعدم التراخي في صيانة المكيفات الهوائية وخاصة عند تغيير غاز المبردات. الله يعطيكم، نتمنوا كي تحجوا تغيروا الغاز ولا حجوا الاخر، عرفوا المختصين اللي راح يغيروا لكم وشكون. بيان سور نوعيه الغاز، اذا المكيف تاعكم يعني نفس الغاز اللي حتبدلوه له صح، لكن كاين غازات ذات نوعيه رديئه، سما ماشي يشروهم قرعه هكايا جديده يروحوا يعمروهم عند واحد الشركات، والقرعه هذيك اللي عمر فيها تكون بالك فيها صدأ ولا فيها قديمه وفيها غاز اخر. سما هو ما على بالوش، هو كي يلحق الصيف كاين بعض الاشخاص ربي يهديهم يلحق الصيف يشري مانو، يروح يحوس يشري قرعه ولا يسلف قرعه فارغه هكايا، يروح يعمرها مع الشركات احنا نقولوا انوار، يعمر فيها الغاز وخلاص، ويبدا يدير انونس في الفيسبوك. لازم يدير له لا مينتونونس تاعو، باسكو علاش الكليماتيزور والصلاحيه تاعو لازم منين داك يمشي، حتى في الشتاء يمشيه منين داك. الصيانة الخارجية للمبرد ضرورية، وهذا تجنبا للأعطاب التي تؤدي إلى عدم تشغيل المكيف الهوائي. لازم ينقيوا لي فلتر تاع الداخل، خاطش فيهم هو المكيف الهوائي فيه زوج لي فلتر، وفي هذوك لي فلتر فيهم زوج لي فلتر، واحد تاع البكتيريا ضد البكتيريا ضد الامراض المعديه ضد الغبار، البولان تاع الازهار. سما هادو ما لازم الانسان يكون اجور مع الصيانه هذه. وبالطبع الحاجه اللي يغفلوا عليها الاشخاص بزاف هي الوحده الخارجيه، ما يمسوهاش، ما ينقوها مواد. في هذه الحاله حيكون بعض المشاكل احنا نقول لهم لي بان فيسيوس، كليماتيزور يولي ما يبردش مليح، يولي يطلق الغبار بزاف. توصيات المختصين تبقى ضرورية لسلامة المواطنين والحفاظ على المبرد الهوائي فضلا عن الاستهلاك العقلاني للطاقة الكهربائية مع هذه الأيام الحارة.